لأن القرآن شفاء لأمراض الأبدان والروح. لأن شحال واحد ديال الناس كيعتقد بأن القرآن غير القراءة فقط. لا، القرآن شفاء لجميع الأمراض. جزاكم الله خيرا. لقد أرشدتموني إلى طريق آخر من العلاج، وأجمل ما فيه أنه مستمد من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أخي محمد، إني أعاني من ألم رغم إني آخذ الأدوية، إلا أنها بدون فائدة. ماذا أفعل؟ أخي يحيى، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وقال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقوله: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: فالشفاء الذي تضمنه القرآن هو عام لشفاء القلوب والأبدان من آلامها وأسقامها. سبحان الله، لقد اعتنى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بهذا الموضوع أشد اعتناء، فهل عندكم مزيدا من التوجيهات في العلاج النبوي؟